السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ وياكم فيصل العراقي من قناة عراقك. لا شنو عن الفرق بين العرب والأجانب، أو مثلا اليابان أو الصين والديانات الغير عربية؟ هسه أشوفكم فروق يعني كبيرة من حيث الخبرة باللعبة والصرف عليها. طبعا بالجالكسي راح تموتني هاي تحميل مال اللعبة، يطول هواي. أول نبدي راح أشوفكم كلانات مثلا بدء من درع الجزيرة وأنا نازل الكلانات العربية. راح أشوفكم كلان أو كلانين آه ياباني أو صيني أو يعني أجنبي بشكل عام، وأنتم شوفوا وحكموا الفرق بعينكم. نبدي أول شي بدرع الجزيرة. تشوفون كلها طبعا قريات أكثر شي الخليجيين بشكل عام، وباقي الدول العربية يصرفون صرف مو طبيعي على الكلاش. يعني أعرف ناس صرفوا $6000 و5000 على مود يمكس قرية من كلاش أو كلانز، اللي هي لعبة ما راح يربح من عندها أي شي، فقط يصرف بيها. شوفون هذا، دخلنا على قريته، شوفوا نجوم الحرب 354 نجمة. هذا أكيد تقولون ما يدخل حرب هواي، أوكي وياكم، مثلا يعني منزلها من زمان وما يدخل حرب بيها. جيش ماكس اوكي لاعبها من زمان ما تخرب بيه. زين، هذا قريته تعبان عليها. واحد من احد القنوات العربية اللي يكون قريته صحيح تعبان عليها. تشوفون غير يعني الوعي مثلا هذا، تشوفون جيشه كله ماكس ونجوم الحرب قليلة، يقولوا مثلا ما يدخل، او يعني هيك شي اكثر شي يعني يلعب بس صايد كؤوسه ودعم وهاي السوالف. تنزلون تشوفون انه هو قريته كلها ماكس. هسه طب عليها وشوفها، راح اراكم غيره يعني خاف تكونوا مثلا بس واحد او اثنين اللي هم يستخدمون جواهر. شوفوا جداره ماكس، الجدار هذا ليفل 11، القطعة ب4 ملايين، يعني وهو عنده 275 قطعة. لو تضربون 4 في 275 يطلع لكم تقريبا أقل شي 9 مليون. 9 مليون، وانت ضيف لها الصفارة يعني يطلع تقريبا قول مليون يا معود، قول مليون. شوف هو باللعبة كلها قد خامط فقط 532 مليون. 531 مليون اكسير، 532 مليون ذهب. والنفط اللي خامطه هو فقط 101 ألف، اللي هو تطوير بس الملكة. العفو، خامط 4 مليار 4 مليار ملايين و673 ألف، اللي هو بس تطوير الملكة والملك بالليفلات اللي فوق 15. أقل واحد يكلف بيهم 80 ألف. يعني لو تطور ملوكك بدءا من الصفر إلى 40 يكلفك فوق 5 ملايين أو 6 ملايين. بعدين شوفون مثلا هسه أراكم لاعب من كلاننا جاي يطور جداره بزودة، يعني هو يجمع موارد، يعني يجمع موارد ويطور جداره على كيفه. الجولد جراب والإليكسر سكابت أقل شي عابر 1 مليون، اللي هو مطور جدار ليفل 10 يكون عابر 1 مليون، لأن ياخذ هواي من عندك يعني بشكل مو طبيعي. القطعة ب3 ملايين، أو جدار ليفل 9 القطعة ب1 مليون، يعني عندك 250 مليون بس ليفل 9. وليفل 10 تقريبا ياخذ هم فوق 500 مليون، وغير الثاني اللي مطورة قبله فأكيد يعبر 1 مليون. راح أشوفكم واحد من أحد أعضاء كلاني وشوف الفرق، وتالي بنخلص من العرب أروح أرجع لكم على الأجانب وشوفوا بعينكم الفرق الكبير بيناتهم. وصدق يعني العرب فقط تبذير، ما يستفادون شي من فلوسهم هاي. يعني مفروض احنا من ندفع على هاي اللعبة نكون يعني أقل شي مثلا انت دافع $5000 تقدر تخليها مثلا تسوي ملجأ أيتام، تساعد بها فقراء أي شي، مو تقعد تبذر عمود لعبة وهاي السوالف. بس شوفكم بعينكم
شوفوا أحد أعضاء كلاني هذا أوزون، جداره طبعا مو ماكس، بالذهب مليار ومئتين و11 مليون، وبالأكسير 931 مليون. شوفوا جداره ليفل 9 وجزء قليل من عنده ليفل 10 اللي هو هاف جداره مو ماكس، بس شنو هذا بزوده. وهسه أشوفكم باقي كم درجة الجزيرة مثلا أو كلانات العربية بشكل عام. هاف درجة الجزيرة الأول صار مثلا الكونغرس هذا. أوكي شوفون نجومه 542 ما يخالف، شوفونه جيشه كله ماكس. أوكي شوفوا ايش قد خامط، 930 مليون فقط، 921 مليون فقط أكسير، 930 مليون ذهب. زين هذا تقريبا يعني يجمع، هو يهجم هذا، هو يصعد تلقاه يجمع هذني. جدار الماكس هذا مثل ما اشوفكم من الساعة 1 بأرب تشامبيونز، من يقفل كلش الجدار مالته هذا يصير هيك لونه يعني ليفل 11 يصير. الذهب والاكسير قفلا مالاته على 2 عفوا مليار. اشوفكم وياهن وانتم حكوا من نفسكم قولوا هو صحيح الجوار لو لا. عفوا هذا أرب تشامبيون، هذا هو 2 مليار قفلا. هذا هو أكثر عدد يقدر يوصل له لاعب من يقفل قريته كلش. هسه أشوفكم طبعا ماكو أي كلان عربي أعتقد النجوم مال أعضائه واصلة كلهم مثلا 700 أو كلهم ب600. لو ندور يعني بشقد ما ندور ما نلقى واحد واصل ب600 أو 700. تلقى نادرا يعني تلقى لك واحد واصل. شوف هسه هذا ماكو أبد. هذا 500 يا الله، هذا 148. شوف خط مالته 211 202 يعني هذا أصلا تلقاه حتى ما جايس اللعب إلا جواهر بجواهر. هسه أشوفكم كلان صيني أعتقد أو ياباني، حافظ عندي الكلان أنا هذا. هسه أشوفكم نجوم الحرب مالتهم، طبعا فايزين 217 حرب، ليفل 8 كلان صيني. خل أشوفكم النجوم مال الحرب مالتهم والخامطين وقرياتهم شلون فظيعة. قريات بالله أعتقد يعني اللي يقول شوف قرية جيش وهذا شوف ماكس مثلا يقول جواهر، بس مبين اللاعب إذا هو جواهر أو لا. شوفوا الكويدر هذا نجومه 741، عدد معقول مثلا نقول اكو عربي واحد واصل. شوفوا الليدر مالتهم ايش قد موصل، 1006 نجوم. والله يعني ما اعتقد واحد عربي وصل شي عدد من النجوم. قريته طبعا بزودة عسيلة عليها، نجومه 1006، حروبهم اعتقد كلها فوز يعني متابعهم انا. شوفوا نجوم اعضاء كلهم، ما اظن واحد اقل من 500 نجمة، بدءا من تاون 9 والتصاعد. قليل عندهم تاون 9 فقط. شوف والله اكو واحد تاون 9، هذا اظن هذا تاون 9 481 نجمة. هذا كذلك، هذا 700، هذا 654. كلهم يقفلون قرياتهم ويصعدون. احنا مشكلتنا بكل عام نبذر بكل شي يعني. واحد شي يقول ماكو شي يعني احنا سويناه بحظ، هي لعبة ويبذر بيها، بس فلوس موجودة عندنا ونبذرها على شغلات تافهة. شوفوا يعني هسه الأجانب قد يسوون شغلات بيها خير لأهلهم والناس، وإحنا عرب قاضينها بس فقط دفع فلوس تبذير على ألعاب تافهة
مو قلت له مثلا واحد وين يروح، بس ما يدفع عدد كبير من الفلوس، مثلا 7000 دولار. وهاي النجوم يعني مستحيل اكو اعتقد واحد عربي واصل لها، لو دور هسه من الباكر بالكلانات، اذا تلقى لك واحد واصل بال900 لو بال700 لو بال800. اشوفكم شلون تدورون على الكلان القوي مثلا اللي واصلين دائما هالشي على النجوم. بالبراوز تروح على تشاين الاعضاء بين 40 الى 50 مثلا، ونقاط الحرب العفو نقاط الكلان خليهن 15 16 ألف أو 17 ألف. ليفل الكلان مثلا تخليه 7. سوي بحث هذا الكلان مثلا طبينا عليه. نجوم الحرب عندهم حلوة، شوفوا يعني هسه طبيت أنا على التعيين أول مرة بحثت شي قدامكم. حلو نجوم الحرب مالتهم، يعني احنا اعتقد اكو كلانات عربية حرب حتى ما اطعب من حرب، تلقاه من يهجم ما يعني لو يجيب نجمتين لو ما يجيب، او يعني نادر تلقاك واحد خبرة بالحروب ويجيب نجوم هواي. فيعني اتمنى يعني واحد ما يصرف على لعبة بهيك شكل كبير هو ما عنده خبرة. يعني اتمنى من كل واحد انه كل تاون يقفله يلا يسعد. طبعا لا يستخدم جواهر، اذا استخدم جواهر فيكون فقط سرع الباركسات اللي هن هذني بالجواهر، سرع 10 جواهر ويهجم بيه من جميع موارد. هو أحسن تسلية إليه ومتعة، لكن يعني أحسن له هو يقلل من التبذير هذا، ما راح يصرف هو فلوس ولا راح يقلل من المتعة مالته. إن شاء الله استفدتوا من هاي المعلومة يعني اللي حبيت أقدمها لكم، وإن شاء الله نشوفكم حلقة جاية اللي هي الصعود للتايتن تاون 9. وبديت أصعد طبعا للتايتن وتملخت تملخ، الهجمات علي من كل صوب، بس الحمد لله. طبعا هذولي يصعد علي هو ماستر ثاني أو أول أو ثالث، ويخصفني بالكؤوس يحمسني حمس. هنا الحمد لله هذا أكو بيهم جاي يزودوني، طبعا أكو بينزلوني من فوق مثلا، يعني هم بالتشامبيون هم، لكن أعلى من عندي بالكؤوس فما انقص هواي. أنا طبعا هجماتي كلها صارت على تاون 10، وهذا خسرت وياه لأن ملكي طبعا بس تزحف تخلص هجمتي وتصير فاشلة، ما عندي أي خسائر أخرى بالهجمات. إن شاء الله الحلقات صعود للتايتن، وإن شاء الله تستمتعون بهالحلقة وبالهجمات.